مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير والصحة واحسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا هشارك فيه معاكم فكرة لغدا كده بسيط وسهل، ويعني مش هيكلفنا كتير. يعني يا دوبك 50 جنيه كده ممكن نعمل بيه الغدا القمر ده، ومن غير لحوم ولا فراخ خالص، وان شاء الله يعجبكم تاخدوا كده ايه فكرة. كمان هنعمل مع بعض المخلل، هنعمل مخلل الخيار ومخلل اللفت هنشيله لرمضان. مخلل الخيار دوت بقى اللي هو السريع اللي انت بتعمليه وبتاكليه بعد ساعتين بالظبط، وبيبقى حلو جدا. يعني اشتروا الخيار بما انه غالي الايام دي، يعني في اخر النهار كده بيبقى فيه خيار اللي هو الكبير ينفع اللي هو يتعمل مخلل ده. هاتوه بيبقى ارخص شويه ونعمله. هنعمل زي ما قلت لكم مخلل اللفت دوت لرمضان، وهفرز برضو معاكم البصل، وهنعمل مع بعض كده البطاطس التحفه ديت. فيلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول، ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونبدا مع بعض شويه مشتروات كده. وقلت ما يعني اتشجع كده واعمل معاكم الفيديو ده تاخدوا منه كده ايه افكار. طبعا الطماطم يعني لا غنى عنها، انا مفرزه معاكم طماطم كده لرمضان حطها في الديب فريزر. طبعا انا عملت معاكم الفيديو، ولقيت البتنجان برضو سعره حلو جدا. انا لقيت ال3 كيلو ب10 جنيه، فطبعا حلو قوي. جبتهم واخدت دول بقى هنعملهم مع بعض سلطه بتنجان كده بطريقه يعني حلوه من غير ما نقلي البتنجان ولا حاجه. فمبدئيا البتنجان ده انا هشويه على البوتاجاز لحد بقى ما البتنجان بتاعي يتشوي. هنعمل مع بعض البصل ده. طبعا يعني اللي هيشوف الفيديو هيستغرب جدا ازاي نفرز بصل بقى، والبصل دلوقتي غالي جدا وكده. للي ما يعرفش، انا بجيب البصل بتاعي بالسنه، يعني انا بجيبه. طبعا انا كنت جايبه البصل بتاعي قبل ما يرفع الرفعه الجامده قوي دي. بجيبه انا يعني اهلي من طنطا، ف بجيب الرز وبجيب البصل بتاعي بالسنه، وبشيله عندي في البلكونه كده في تربو كده يبقى متهوي يعني علشان ما يبص. وكل فتره كده بجيب ايه شويه وبفرزهم عندي في الفريزر. دي الطماطم اللي اتبقت، انا نقيت بقى الجامده دي كده غسلتها ونشفتها واحطها بقى عندي في التلاجة. اللفت زي ما قلت لكم انا جبت 3 كيلو من اللفت، كانوا عاملين 10 جنيه. و يعني نقيته كده يبقى وسط زي ما انتم شايفين كده، بلاش اللي هي الكبيره دي عشان بتبقى شيخه كده، وبتبقى يعني ما تنفعش معانا في المخلل كده، تبقى طريه ومش هيعيش معاكي. فتنقيه اللي هي الوسط كده التقيله دي بتبقى حلوه جدا، بلاش الصغير قوي ولا الكبير قوي. فان شاء الله هنشيله مع بعض كده نخلله كده سليم للناس اللي هي طلبت مني ان هي تشيل اللفت كده لرمضان. تمام. اول حاجه بقى هنبدا بيها وهي البصل. انا خدت الكميه اللي انا وريتها لكم دي، غسلتها كويس جدا، غسلت البصل ونضفته، ولقيت عندي كام قرن فلفل كده اللي هو الحراق دوت. يعني الاربعه دول على الكميه دي مش هيبان قوي ولا هيبقى البصل عندي حراق. بصراحه انا بحب جدا اعمل توم على بصل على فلفل حراق، التلاتة دول وافرزهم عندي، بينفعوني جدا لان اغلبيه الثلاث حاجات دول انا بحطهم على بعض يعني في تسبيكه اي حاجه بتبقى حلوه جدا. بس انا ايه ما كانش عندي توم بصراحه، فعملت البصل دوت كده ايه زي ما انتم شايفين كل شويه كده مع بعض في الكبه. احط كده قرن فلفل وهضربهم مع بعض في الكبه مع شويه زيت، وكمان احط معلقتين كده من الملح. يعني الملح دوت مادة حافظة، والزيت برضو علشان برضو بيبقى سهل معاكي كده لما تيجي تاخدي القطعة اللي انت عايزاها يتكسر معاكي بسهولة. دول اول شوية فرمتهم عندي في الكبة اهو. لو هتعملوا بقى الموضوع ده بلاش تشغلوا الكبة ورا بعض ورا بعض كده على طول، علشان برضو ايه الكبة ما تبصش معاكي لا قدر الله ولا حاجة. يعني ريحوها بين كل مرة والتانية كده. احط بقى عندي الكميه ديت على كيسين، ما نملاش الكيس. ولازم اما نيجي نفرز بقى توم او بصل او اي حاجه نبطط الكيس كده للناس اللي هي ما عندهاش كمان ديب فريزر، والمساحه عندها في الفريزر بتبقى ضيقه او كده. الحركه دي بتبقى حلوه جدا ومنظمه، شكلها حلو ومش بتاخد معاكي مكان في الفريزر خالص، وبتبقى سهله كمان لما تيجي تاخدي الحاجه تبقى يعني سهله عليكي ان انت ايه تفكيها. انا خلصت بقى الكمية التانية اهو. احط برضو شوية من الملح ومعلقتين كده من الزيت،
وهضربهم بقى في الكبه. خلي بالنا بالله عليكم يا بنات وانتوا بتضربوا البصل في الكبه، يعني ما يبقاش ورا بعض، يعني ما تسيبوش الكبه تبقى شغاله كده، افصلوا كده شويه ماشي، يعني شويه ونفصل ونشغلها تاني. بصوا بقى الطريقه زي ما انتوا شايفين كده، بحط شويه في الكيس وبططه كويس واخرج منه الهواء، واتني الباقي من الكيس وبحطه على طبق كده وبحطه في الفريزر. بيبقى سهل جدا يتجمد، تشيلي عندك الطبق دوت وبيبقى موجود عندك، تسحبي الكيس تكسري الحته اللي انت عايزاها وبترجعيه تاني زي ما هو. اهم حاجه بس زي ما قلت لكم ان احنا ما بنسيبش البصل يفك عندنا وننساه، تاخدي القطعه وتروحي مرجعها على طول في الفريزر بالشكل دوت، وبيبقى يعني حلو جدا معاكي. يلا بينا بقى نعمل مع بعض المخلل اللفت اللي هو السليم. جبت البرطمان عندي طبعا انا عقمته كويس جدا، وابتدي احط فيه اللفت عندي سليم زي ما هو اهو ماشي. خلصت الكمية اهوت كلها عندي في البرطمان، هو خد 3 كيلو بالظبط. كنت طبعا عندي مية مغلية ومتبردة، قبل ما ابتدي اعمل لازم المية عندي تكون يعني مغلية ومبرداها علشان نعمل المحلول بتاع التخليل بتاع اللفت. تمام، دي بنجرايه كده انا كنت جايباها مع اللفت. وطبعا انا مش هحط كل ديت، هشيل يعني. كل ما تجيبوا يا بنات بنجر بجد يفيد منكم، حطوه في الفريزر، بينفع جدا في عصير الفراوله، هينفعنا في المخلل بتاع اللفت ده. احنا طول الشتاء طبعا طول ما موجود لفت بنجيب ونعمله يبقى موجود عندنا، يعني بيبقى موفر جدا. هتبقي عامله برطمان كبير كده ب10 جنيه وحلو قوي، واصلا طريقته سهله جدا، هي ميه وملح، الاضافات بقى التانية دي براحتك خالص يعني. ده اللي انا شلته في الفريزر. و تعالوا بقى نعمل مع بعض الايه المحلول. عندي اهوت انا حطيت عندي في الطبق الغويط ده حطيت حوالي 7 كوبايات من الميه. تمام، بالمج كده 7 كوبايات، المج اللي هو الكبير. بصوا بقى، احنا في العادي لما بنعمل المخلل يعني بنقطعه اللي هو هيتاكل بعد 3 ايام، بنحط لكل كوبايه من الميه قصادها معلقه كبيره من الملح. اللي احنا هنعمله بقى في ده ان احنا هنحط لكل كوبايه من الميه قصادها معلقه ونص من الملح، لان ده يعني سليم، فهياخد معانا يعني ملح زياده. حطيت في الميه البنجر، بس حسيت ان البنجر دوت مش بيلون معايا. انا كنت حاساه اصلا وانا بقشره كده ان هو مش يعني مش بيلون معايا، مش بيخرط، مش عارفه ليه. وحطيت كام قرن شطه كده كانوا عندي، يعني كانوا عندي ناشفين، حطيتهم. وجبت من الفريزر عندي بنجر. بصوا البنجرايه اللي هي الغامقه دي كانت عندي في الفريزر، حطيتها في الميه علشان يديني بس ايه لون. وحطيت كمان معلقه من السكر. تمام، يبقى حطيت لكل كوباية من المية قصادها معلقة ونص من الملح. وفي الاخر حطيت معلقة من السكر. طبعا احنا مش هنحط خل خالص لان احنا عايزينه يقعد معانا فترة كبيرة. فحطيت المية زي ما انتوا شايفين اهوت المحلول، وعندي غطيت كده بكيس وقفلت كويس البرطمان ده، هيقعد معاكي شوية حلوين على ما تاخديهم. عملت بقى ايه كوبايه قهوه باللبن كده فاصل علشان اقدر اكمل. جينا بقى ايه ميعاد الغدا. البتنجان اهو اللي انا شويته طبعا وهو سخن كده، قمت تحت الحنفيه كده منضفاه ومقشره طبعا الايه القشر القشره بتاعت البتنجان دي، ونضفته كويس وحطيته في علبه اهو. وسبته بقى ايه شويه لحد ما خلصت اللي ورايا بقى كله، وابتديت بقى اجيبه واقطعه كده زي ما انتم شايفين كاننا هنعمل بابا غنوج بالظبط. بس طبعا احنا ايه هنعمله ايه كده سلطه وهتبقى حلوه جدا. قطعت البتنجان، جبت البلانشة وبقطعه على قد ما بقدر كده، اللي هو مش بيبقى مهروس قوي ولا متقطع قطع كبيرة، اللي هو وسط كده. احس ان انا ايه باكل بتنجان، يعني القطع تبقى باينة كده فيه، مش مهروسة قوي بيوريه، ما تضربيهوش في الكبة. بنقطعه بالسكينة كده ايه يعني قطع صغيرة. خلصت اهو الكمية كلها. بصوا دي بقى الطريقة دي موفرة جدا جدا في الزيت، عشان ما نقليش بقى بتنجان كده وياخد مننا زيت كتير ويبقى حامي كده.
جربوا الطريقه دي حلوه قوي. بصوا يا دوبك هي معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم دول، وجبت عندي هريسه الفلفل دي انا كنت عاملاها بالثوم، شوحتها كويس يعني دقيقتين كده على النار. وبعدين كنت مقطعه بقى طماطم، يعني دول حوالي 4 طماطميات كده، قطعتهم كده مكعبات. بصوا مفيش اسهل من كده، لا ضربت طماطم بقى ولا حاجه، قطعتهم كده وانا واقفه. وهبتدي بقى احط البهارات عندي، ملح وشويه كزبره وشويه كمون، شويه فلفل اسمر. انا مش هحط بقى شطه ولا حاجه، لان انا الفلفل اللي انا حطيته في الاول ده الفلفل ده حامي، فمرضتش احط بقى شطه تاني عشان الدنيا متبقاش ايه حاميه قوي للدرجه. عايزه تحطي فلفل رومي بقى برضو حطي بقى معاها، وهرجعه على النار تاني. بصوا لحد ما الطماطم اتسبكت معايا على الاخر اهي زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى اضيف عندي البتنجان. بصوا كأنكم رايحين تعملوا مسقعه بالظبط، بس بدل ما نقلي البتنجان شويناه. صدقوني الطريقه دي سهله وخفيفه جدا وموفره وطعمها حلو قوي. بس هضيف البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، وارجعه على النار تاني يا دوبك بس دقيقتين 3 وبيكون جاهز وزي الفل. بصوا تحفة بجد وحلو جدا، ريحتها حلوة قوي. البطاطس بقى كنت جايبة كيلو من البطاطس، كانت عاملة 15 جنيه. تمام. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، يعني تخينة كده شوية، وعندي مية على البوتاجاز فيها ملح وخل، وهبتدي اسلق البطاطس دي. بصوا برضو لقيت عندي في التلاجة الطماطم دي كنت مسبكاها، وقلت هعمل طبق بامية كده جنب الاكل برضو. وعندي ولادي مش بياكلوا البامية ومش بياكلوا المسقعة، فعملت لهم بقى مع البطاطس اللي احنا هنعملها دي سلقت بيض. ماشي. جبت الحلة عندي، حطيت شوية بس كده من الزيت. بصوا انا مش بستخدم سمنة كتير، يعني انا اغلب اكلي بعمله بزيت ذرة. حطيت معلقتين الصلصه دي بيوريه، يعني انا مش ضايفه لها ميه ولا حاجه، بالطريقه اللي احنا بنعملها مع بعض كده، فبتبقى تقيله شويه، فعشان كده ما كترتش من الصلصه. الباميه دي عندي من السنه اللي فاتت، يعني دي انا مفرزاها مش السنه دي، انا مفرزاها السنه اللي فاتت. وبصوا جميله جدا يعني. انا طريقه تفريز الباميه دي انا بقمعها وبنزلها في ميه ميه مغليه، ميه سخنه بليمون، وبطلعها على ميه ساقعه فيها تلج، وبفرزها بقى بعد ما تتصفى كويس بفرزها، بتبقى تحفه عندي. والطريقه دي انا معتمداها من سنين. بس كده الباميه اهي، هسيبها على النار تتسبك مع بعض كده شويه، وبعدين اضيف لها الميه او الشوربه زي ما متوفر عندك. انا ما كانش عندي شوربه فعملتها بميه سخنه، وسلقت كده 3 بيضات. وتعالوا نعمل مع بعض بقى طريقه البطاطس دي، عايزاكم تركزوا فيها قوي لان هي حلوه بجد، حلوه جدا. والولاد هي يعني هيعجبهم البطاطس دي قوي. جبت عندي طبق، حطيت فيه شويه من الدقيق، عليه معلقه من النشا علشان تبقى مقرمشه كده معايا. واحط بقى البهارات عندي، ملح وفلفل وشويه من الكزبره، شويه من الكمون، توم بودر وبصل بودر وبهارات فراخ، وشويه كده من البابريكا وشطه لو حابين. وبنقلب البهارات دي كويس جدا مع الدقيق والنشا. ودي عندي بودرة زعفران كانت موجودة عندي، فقلت احطها بتديني لون حلو قوي. وهبتدي احط كده ايه كوباية في كوباية من المية لحد ما تبقى عندي زي العجينة بتاعت الكريب كده، يعني لا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي. عشان الخليط ده هبتدي احط فيه البطاطس عشان يديني كفر كده ليها. بصوا القوام بتاع الخلطة دي كان يعني سايل كده شوية، فابتديت احط معلقتين كده من الدقيق علشان اظبط بس القوام بتاعها. انا مش عايزاه يبقى يعني سايل كده علشان يمسك في البطاطس كده حلو قوي. بصوا بقى الخيار ده زي ما قلت لكم كده ايه، انا كنت بعت ابني يجيبه، وبصراحة طلع طعمه مش حلو، يعني معرفش ينقيه كويس بصراحة. فجابهولي اللي هو بيبقى شيخ كده من جوه شوية، ملهوش طعم بصراحة. فقلت هعمله بقى ايه المخلل.
قطعته كده بالورب زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تقطعيه بالطول براحتك خالص. وابتديت اجيب عندي بقى ميه مغليه، حطيت فيها فصين 3 من الثوم وورقتين من اللورة، وحطيت ملح وشويه من الكزبره، شويه من الكمون، وشويه كده من الخل، حوالي ايه ربع فنجان كده من الخل، وعصير ليمونه. تمام. وهبتدي انزل بقى عندي الخيار زي ما انتم شايفين واقلب كده كويس، وحطيت قرن فلفل كده حراق، وهغطيه واسيبه بقى كده ايه ساعتين 3 كده لحد ما يستوي. بصوا بقى شكله بعد ساعتين، انا فضيته بقى في العلبة دي. بصوا شكله اتغير ازاي. حلو جدا وسريع، ما خدش معايا وقت خالص، وكان طعمه تحفة وريحته مش قادرة اقول لكم بقى. ورق اللورة مع الثوم ريحته حلوة قوي. وما ننساش بقى معلقة السكر برضو عشان يفضل مقرمش معاكي كده وحلو جدا. البطاطس اهي بعد ما اتسلقت خدتها وصفتها، وهبتدي احطها بقى في الخليط اللي احنا عملناه ده. بصوا المسقعة اللي احنا عملناها دي بكيلو ونص من البتنجان ب5 جنيه. تمام. شوية الطماطم بقى والثوم وكده انا مش عارفة احسبهم لكم بقى يعني ازاي يعني، بس ايه يعني قول يا ستي 6-7 جنيه. ماشي. البطاطس الكيلو كام ب15 جنيه، عايز تعملي الكيلو كله براحتك، يبقى كده معايا ايه قولي 25 جنيه. تمام. وهنا طلعت البطاطس على الطبق ده كان فيه فيجيتار، بقلبهم بقى كويس قوي. وهبتدي بقى ايه اخلص الكمية كلها وهقليها في الزيت. مش قادرة اقول لكم بقى الولاد بيبقوا فرحانين جدا بالبطاطس دي، بتبقى حلوة قوي. عايزة تعملي نص كيلو، عايزة تعملي كيلو براحتك خالص. عايزة تعملي بدل الفيجيتار دقيق ونشا برضو براحتك، بس انا ما جربتهاش بصراحة بالدقيق ونشا، انا بعملها على طول بالفيجيتار بتبقى حلوة قوي. بصوا شكلها عامل ازاي بقى وهي بتتقلي، تحفة حلوة جدا. هي دي الحاجة اللي احنا قليناها بقى، معلش يعني ايه بصراحة جربتها في الفرن ما كانتش يعني واو فالمقلية دي بتبقى احلى شوية. خلصت بقى طبق البامية زي ما انتم شايفين اهو، طبق المسقعة اللي احنا عملناه من غير زيت اهو، وادي البطاطس القمر بتاعتنا بجد تحفة، لازم تجربوها. كنت جايبة برضو خس، والثلاث بيضات اللي احنا عملناهم اهوت. يعني بصوا كلها يعني ما كملتش صدقوني معايا 50 جنيه. والعيش طبعا انا مش شارياه برضو. فبصوا اكلة تحفة وحلوة جدا ومشبعة وجميلة قوي. فيا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا خدتوا كده منه افكار، واسفة لو طولت عليكم. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا بقى في القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات تانية جاية كتير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.